عارف إنك مش لوحدك جواك، وإن في جواك كذا حد، بس مش كلهم بيظهروا علشان انت بتظهر نفس واحدة، النفس اللي هم عايزين يشوفوك بيها، وفي نفس تانية انت وبإيدك موتها ودفنتها جواك، بس بعد الفيديو ده هترجعها تاني للحياة، علشان ببساطة دي نفسك الحقيقية. في علم النفس، ذات الإنسان أو نفسه مش طبقة واحدة، ولكن مجموعة من الطبقات الواعية وغير الواعية. وعلشان نتعرف وندرك نفسنا كويس جدا لازم نكتشف الطبقات دي قدر المستطاع. وواحدة من الطبقات دي طبقات النفس، واللي هي مشكلة أو معضلة فيديو النهاردة، هي النفس الزائفة أو المزيفة. وهو الجانب اللي بنحب إن احنا نبينه أو نكشفه للناس، بالرغم من إنه هو مختلف تماما عن ذاتنا أو نفسنا الحقيقية. القناع ده بنحطه علشان نقابل بيه المجتمع والناس. طب ليه؟ علشان أوقات بنخاف أو بنخجل من بعض الجوانب الموجودة في شخصيتنا وبنبقى عايزين نخفيها، وعلى جانب آخر في حاجات بنبقى عايزين نبينها ونبرزها، برغم من إن هي ممكن ما تكونش موجودة جوانا لأن هي مش من حقيقتنا، ولكن إحنا بنمثل أو بندعي وجودها. ودكتور محمد طه في كتاب الخروج عن النص بيشرح الموضوع ده من جذوره وبداياته، من أول ميلاد الإنسان وهو طفل عنده احتياجات بسيطة، زي إنه يبقى مقبول، محبوب، متشاف، متقدر، يقدر يقول لأ على الحاجات اللي مش حاببها، مش عايزها، مش حاسسها. ولكن الطفل ده بيتصدم أول صدمة في حياته لما بيلاقي احتياجاته البسيطة دي ليها مقابل لازم يدفعه. يعني اسمع الكلام علشان أحبك، ذاكر عشان تبقى شاطر ومحترم، ما تقولش لأ علشان كده عيب. فيتحول الحب والاحترام والقبول اللي لازم الأب والأم يدوهم لولادهم بشكل مناسب وبقدر كافي لنمو سليم إلى حب واحترام وقبول مشروط، بمعنى إن كل احتياج لدى الطفل هيخليه سوي نفسيا هيكون بشروط وبمقابل. تعال اديك أمثلة علشان توضح لك الفكرة وتعرف المشكلة بتبتدي ازاي وبتنتهي ازاي. لو بصيت حواليك هتلاقي فيه طفل مثلا صوته واطي، ماشي بيبص في الأرض، بيسمع الكلام، مش بيقول لأ أبدا، طفل مؤدب في رواية البعض. الطفل ده ممكن يكون دفن طفولته وحيويتها وحريتها، دفن قدرتها على الاعتراض والمواجهة وأخذ الحق. وده مش معناه إن النقيض أو العكس تماما هو الصح، بمعنى إن مش من الطبيعي إن الطفل برضو يكون متمرد وعنيد على طول الخط. أقربها لك أكتر، لو بصيت حواليك هتلاقي فيه طالب مش بيعرف في حياته أي حاجة غير المذاكرة، هدفه الوحيد هو الدرجات النهائية، مش بيعرف يلعب ولا يهزر، مش بيخرج مع حد ولا بيحب يقعد مع حد، لدرجة إنه ممكن ما يهتمش بنفسه ولا بحياته خارج نطاق المذاكرة. الطالب ده دفن إبداعه وحيويته وخرج مكانها طالب خافت مطفي، الجزء الوحيد الحي فيه هو ذاكرته. أكيد كمان بنشوف الراجل الغليظ جدا اللي ما بيعرفش أي حاجة غير الشخط والنطر، اللي بيستعرض عضلاته على الضعيف وبيستقوى على اللي ملوش حيلة، اللي بيفتري على الغلابة وبيمد إيده ولسانه على القريب والبعيد. البني آدم ده غالبا دفن رجولته الحقيقية اللي مليانة شجاعة وشهامة واستبدلها برجولة مزيفة كلها غرور وافتراء واستعراض، علشان دي الصفات اللي اتفرضت عليه من الواقع الاجتماعي اللي هو عايشه. لأن الراجل صوته عالي، الراجل ما بيشكيش، الراجل ما بيبكيش، الراجل لازم يكون قاسي، الراجل يعني عضلات تساعده على العنف. دكتور محمد طه في الكتاب كمان بيقول إن المشكلة الأكبر من وأد الحقيقة أو إخفاء الصفات الحلوة إن المجتمع اللي هو بيتكون من بيوت وعائلات بيشجع على العملية دي، بل بالعكس هو ممكن كمان يكرم ولاده ويسقف لهم لما يتبعوا نمط موحد بالنسبة لهم هو ده النمط المثالي للحياة. ومع الأسف الطفل اللي بيتربى في مجتمع زي ده عمره ما بيكون نفسه، بيبقى دايما زي ما هم عايزين، ويقرر انه يعمل عملية تجميل لنفسه علشان يناسب الوضع المحيط بيه. وبيعمل كده ليه؟ علشان ينول الرضا، لانه ببساطة محتاج الحب والاهتمام والاحترام والتقدير زي ما قلنا قبل كده. ولكن لما الطفل بيقرر انه يحبس ويخفي نفسه الحقيقية جواه ويحاول بكل السبل والطرق انه ما يطلعهاش، نفسه الحقيقية بتفضل حية جواه، بتنبض كل يوم وبتصارعه.
بتصارعه عشان مستنية تتونس وتطمن وتحس بالدفع علشان تطلع وتحيا من جديد، لأن ببساطة هي الأصل والجوهر. يا ترى إيه اللي يخلي النفس الحقيقية دي ترجع وتعود للحياة؟ إيه اللي يخلي الإنسان يرجع يعيش بنفسه الحقيقية من غير أي تشويه أو انتقاص؟ إيه اللي يساعده إنه يعيش بفطرته ويبقى مبسوط وسعيد؟ أنا أقولك، اللي يقدر يعمل كده هو العلاقات الإنسانية الحقيقية اللي ممكن توصلك رسائل عكس كل الرسائل المشوهة اللي انت استقبلتها واللي كانت سبب في القناع المزيف اللي انت كنت عايش بيه. علاقة يوصلك منها حب غير مشروط، يعني حد بيحبك زي ما انت مهما كنت. علاقة يوصلك منها انك مقبول كلك على بعضك زي ما انت، بعجزك وضعفك وفشلك احيانا. علاقة تحس فيها انك موجود ومتقدر ووجودك فارق وانك تستاهل. علاقة ما تكونش مضطر انك تدفع فيها اي تمن علشان ترضي اي حد. علاقة فيها مساحات من الحرية والحركة، مش تضييق واختناق وتشويه واختزال. افتكرت وانا بكلمكم دلوقتي علاقاتي زمان وعلاقاتي دلوقتي. افتكرت القيود والهموم والحاجات اللي كانت مضايقاني زمان، وبالمعرفة وبالعلاقات السليمة قدرت اني اتحرر منها. والحقيقة اني بشكر ربنا جدا اللي هداني لده ومن عليا بيه. وعلى فكرة العلاقة دي ممكن تكون علاقة صداقة، ممكن تكون جواز، ممكن تكون علاقة مهنية في إطار علاج نفسي. طيب، عايزاك بعد ما شفت الفيديو ده واعتقد انك فهمت واستوعبت كل اللي عايزة اقوله، تقعد بقى وتفكر مع نفسك وتشوف مين نفسك الحقيقية ومين نفسك المزيفة، وتدور هل في حياتك علاقة سوية طبيعية تخليك تعيش على فطرتك وحقيقتك ولا لأ. ولو موجودة امسك فيها لآخر العمر، ولو مش موجودة دور عليها علشان هي دي الطريق والحل. ودايما ادعي ربنا انه يساعدنا نزكي انفسنا ونكرمها. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى انها تكون عجبتكم. وانا عارفة موضوع الحلقة النهاردة عميق شويتين ويمكن يقلب مواجع على ناس كتير، ولكن صدقوني موضوع مهم، وزي ما هيقلب مواجه على ناس كتير هيساعد ناس كتير برضو في انها تكتشف نفسها وتتخلص من كل الصفات المزيفة اللي اكتسبتها من المجتمع او البيئة المحيطة. اكتبوا لي رأيكم في الحلقة، انا بقرأ كل تعليقاتكم. وما تنسوش كمان تدعوا لأهلنا في فلسطين والسودان وكل المستضعفين في كل مكان. واشوفكم في فيديو جديد من تلبيب الكتب مع إيمان سعيد، والسلام عليكم.